السلام عليكم ورحمة الله حبايبي، الأخبار يا رب تكونوا بخير. بقدم لكم فيديو بسيط خالص لدرس من الدروس المهمة جدا لمنهج الثانوية العامة لو باسي كومبوزي، الماضي المركب. ليه يا جماعة اسمه لو باسي كومبوزي الماضي المركب؟ لأن الجملة أول حاجة بتتكون من كلمة دالة. تعالوا نشوف مثال كده بيقول إيه؟ إياه امبارح إيلي سورتي سول، هو خرج منفرد. Hier, il a mangé au restaurant، هو أكل في المطعم. تمام؟ شايفين الإكزامبل ده الجملة بتتكون من إيه؟ أول حاجة لممكن الكلمة الدالة على الزمن، السجي بتاعي الفاعل. بعد كده الفيرب الأول ده بسميه فيرب أوكسيليير، يعني الفعل المساعد سواء كان إتر أو أفوار. الجزء الثاني بسميه لو بارتيسيب باسي، اسم المفعول سواء كان فيرب بريمير جروب أو دوزيام أو تروازيام جروب. بعد كده طبعا الكومبليمون بتاعي. أول حاجة علشان نعرفه في الباسي كومبوزي ليه سميناه لو باسي الماضي؟ لأنه في كلمة بتدل على الماضي زي ما بنقول عليها ليه ممكن الكلمات الدالة على الباسي كومبوزي. أول حاجة إيير يعني أمس، أفونتيير أول أمس، باسي ديرنيير الماضي أو السابق، إليا منذ زائد فترة زمنية سابقة، وأن زائد مدة زمنية، إليا أن موا منذ شهر، إليا أن منذ سنة، إليا أن جور منذ يوم، أو أن 2020 في 2020 ده برضه سنة ماضية. عشان كده بنسميه باسي. طب يعني ايه كومبوزي؟ لأنه هو كومبوز مكون من أوكسيليير يعني فعل مساعد بلس زائد لو بارتيسيب باسي اسم مفعول، يعني مكون من جزئين، فعل مساعد بيقوم بدوره فيرب اتر أو فيرب افوار في البريزون بلس لو بارتيسيب باسي أو لو بي، يعني الماضي من الفعل. فيرب اتر لازم نفتكره جو سوي، tu es, il est, allez, nous sommes, vous êtes, ils sont, ou elles sont. Verbe avoir, j'ai, tu as, il, elle a, nous avons, vous avez, ils, elles ont. طيب هنا بقول il est sorti وهنا قلت il a mangé. ليه يا جماعه قلت هنا فيرب اتر وهنا فيرب افوار؟ لان كل افعال الفرنسي اختارت فيرب افوار كاوكسيليير يساعدها في الباسي صف ما عدا 14 فعل وفي دو فيرب مشتقات، فعلين مشتقات منهم هم ال 14 فعل 7 عكس 7. aller فيرب فينير ياتي aller فينير، entrer sortir، monter descendre، passer retourner، arriver partir، rester tomber naître mourir. ça va؟ aller يذهب venir ياتي، entrer يدخل sortir يخرج، monter يصعد descendre ينزل، passer يمر retourner يعود، arriver يصل partir يرحل، rester يبقى أو يظل، tomber يسقط أو يقع، naître mourir، naître mourir، naître يولد mourir يموت. بلس في مشتقين فيرب رونتري هو مشتق من فيرب انتري، والفيرب ريفينير بمعنى يعود جاي من فيرب فينير بمعنى ياتي. ما ننساش كمان ان في لو فيرب برونومينال الفعل ذو ضميرين، الفعل اللي مصدره بادئ بالضمير سو زي سوليفي وسوكوميني وسابيني وسوكوشي وكل الافعال اللي بادئه بسو. تمام؟ ال 14 فيرب دول بنحصرهم في القصه اللي قالها لكم البسيطه دي. تقول كان يا مكان كان في دكتور حب ان هو يذهب لشغله، صباح اخذ العربيه بتاعته بارتير ورحل، وهو ماشي باسي مر على صديقه واتفقوا ان هم يتقابلوا في نهايه اليوم. بعد شويه اريفي وصل للمستشفى اللي شغال فيها، اندري دخل المستشفى، مونتي صعد سلم المستشفى، صباح ريستي ظل في اوضه العمليات لان كانت في مدام نيتر هتجيب بيبي هتولد يعني. بعد كده الحمد لله العمليه تمت بنجاح، فالدكتور كان سعيد جدا واكيد هيرجع بيته منين؟ لبيته. سورتير خرج من اوضه العمليات، ديسوندر نزل سلم المستشفى، قبل ما يوصل عربيته فينير اتى شاب طايش، الدكتور بيعدي الشارع خبط الدكتور تومبي وقع على الارض مغير ميت. القصه الحزينه دي بتجمعنا كتوكس. بعد ما عرفنا الممكن الكلمه الداله، بعد ما عرفنا ازاي نختار الاوكسيليير الفعل المساعد، يعني اي فعل من 14 فعل يجي دايما معاه فيربات، اي فعل غير ال 14 فعل ذو ضميرين ياخدوا فيرب افضل. الجزء الثالث ازاي احصل على اسم المفعول او لو بارتيسيب باسي او الماضي من الفعل ازاي احوله في اللغه الفرنسيه. اول حاجه ان الفعل يا جماعه عشان احوله للباسي هنيجي نقول ان انواع الافعال، الفعل المجموعه الاولى زي فيرب جوي وانتري ومونتي، دايما بحذف الاف واحط اكسون تو يبقى مونجي وجوي ومونتي وانتري.
اما المجموعه الثانيه الدوزيام جروب افعال تنتهي بالإياء زي فيرب فينير بنحذف الاخر منها بقت فيني واي فيرب بينتهي بإياء. اما التروازيام جروب افعال المجموعه الثالثه سواء كانت بتنتهي بالدي ار او بالار او بالاي اف او الاو اف بقول عليها فيرب ريجولار افعال ريجولار بتعتمد على مذاكرتك وحفظك من اهمها فيرب فوار افو boire à bu, venir à venu, verbe naître né, prendre pris, mourir mort, descendre descendu. lire lu, vouloir voulu. خلي بالك ان احنا عندنا الفيرب الفرنسي بياخد اكور، الاكور معناه التبعيه، يعني ايه التبعيه؟ ان الفعل الفرنسي مع ات يتبع الفاعل بحيث النوع والعدد، ان لو كان الفيرب واخد الاوكسيليار اف وفعل جمله مؤنث الفعل بنضيف له عند التأنيث زي الجمله اللي هي امبارح اليتا دي هي ذهب، اما لو كان هنا نون هنضيف للفيرب اس، او لو كانت فوق برضه هنضيف اس او اس، اما لو كانت قلبت اس بنضيف للفيرب اس، يعني الفعل في الماضي يتبع الفعل بحيث النوع والعدد مع اتر فقط. لكن ليه بعض الحالات مع افوار هي غير مقدمه في دراستنا، لكن بحب نقول عنها الفكره. الفيرب مع افوار مع بياخد افكار في حالتين، اول حاجه في حاله السؤال بتكون بيان وكان في حاله وجود البرونومينال سي او دي ضمير الشخص المباشر لو او لا او ليه او الى اخره. اخيرا بنقول ان الفيرب باسي ليه معنيين. فيرب باسي يا جماعه واصلا من ال 14 فعل بتوعنا زي ما احنا شفنا قبل كده، فيرب باسي ليه معنى يمر وليه معنى يقضي. فيرب باسي يا جماعه بوشين زي ما قلت لطلابي كده من شويه، من كتر الناس اللي بتوش وحشونا الناس اللي بتوشين. فيرب باسي ده ليه استخدامين. فيرب باسي ليه استخدامين. فيرب باسي ممكن ياخد الاوكسيليار ات مع الجمله دي يا جي سوي باسي شي مون اونكل او شي الدونتيست امبارح مريت على دكتور السنان صباح اياه جي باسي لا سواري افيك ميز امي امبارح قضيت السهره مع اصحابي. هنا فيرب باسي واخد الاوكسيليار ات باردون وهنا واخد الاوكسيليار افوار بالآلي. لو كان بعد باسي حرف جر شي بار افيك او او الا بياخد اخر جاي بمعنى المر، اما لو جاب عليه سي او دي جاي بمعنى يقضي فتره او يقضي سهره او يقضي فتره. زي ما احنا شايفين كده الباسي كومبوزيه مجرد ما جت في الامتحان تعرف ان الكلمه الشائعه كلمه اياه عينك على الاختيار اللي فيه فيرب ات ومعاه فيرب اخر عليه اكسون او فيرب افوار ومعاه فيرب اخر عليه اكسون. ده ملخص بسيط وفيديو سامبل جدا ملخص لدرس من الدروس المهمه جدا اسم الاسم بتاعنا لو باسي كومبوزي، وده الدرس الثالث فيه ونتيجته الوحده الثالثه لو كلوب ديز اكسبلوراتور. Merci mes amis. Ciao, au revoir.